بين سبورت تعلن طرد المعلق الجزائري حفيظ الدراجي من القناة الآن بسبب المغرب. وفي التفاصيل، قبل أن ندخل في التفاصيل ندعوكم للاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. في خبر عاجل، وبعد قيام حفيظ الدراجي بنشر خريطة كاذبة للمملكة المغربية، أكدت تقارير أخبارية بأن قناة بين سبورت القطرية واجهت هجوما خطيرا بالمقاطعة في حالة عدم طرد المعلق الجزائري حفيظ الدراجي من القناة. وأضافت نفس التقارير الأخبارية أن الهجوم المذكور لم يأتي فقط من المغاربة المتابعين للقناة، بل جاء من العديد من الدول العربية التي تعرضت هي الأخرى للاستفزاز من المعلق الجزائري حفيظ الدراجي. وقد أفادت نفس المصادر بأن إدارة قناة بين سبور القطرية خسرت العديد من المتابعين والمشتركين في الأيام القليلة الماضية، وذلك للسبب المذكور. وقد أضافت نفس المصادر بأن إدارة القناة القطرية بدأت تستعد للإعلان عن الانفصال عن المعلق حفيظ الدراجي وإقالته من منصبه في القناة المذكورة. نشكركم على حسن المتابعة، وندعوكم للاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.